دكتور، لو سألتك ايه اطيب الابراج؟ بمعنى اطيب الابراج، بمعنى اللي بيسامح بسرعه مثلا. مثلا القوس، الحمل، برج السرطان بيسامح برضو. حضرتك يا عفريتة وانتي قوس. اكتر الميزان. اكتر الابراج عند؟ على حسب عند ايه يعني. العند بمعنى ما اصل مجرد العند العند. اشكال والوان، لا مجرد العند الطور. اكتر والحمل. اكتر الابراج بخل. هنزعل من الناس بس ماشي. بصي انا هقول اكتر الابراج اللي ممكن يبقى حريص شويه اوقات كتير جدا وبتختلف من حد للتاني. هقول لك العذراء حريص قوي، الجدي حريص. انا هنا بتكلم على الشمس دايما يا جماعه، مش بتكلم على خريطه شخص بعينه. جدي حريص بس انتي مش حريصه. دي تضحك عشان انا معايا حاجات تانية كتير. الجدي حريص جدا، ما يسيبش نفسه كده. بس هقول لك حريص، والثور حريص، والجوزاء. الابراج اللي بتبقى حريصه كده. الميزان ممكن هيصرف بس مش عمال على بطال. طيب قولي لي اكتر الابراج حب للحياه. لا الناريين، القوس، الحمل، الاسد، والهوائيين هقول لك منهم الميزان. اكتر الابراج والعقرب. اكتر الابراج دراما كوين. لا طبعا هم معروفين، بس كل واحد بيبقى شكل مختلف عن الاخر. اللي هو حساس قوي زي عن اللزوم. سرطان. السرطان والحوت حساسين قوي 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 قوي. والعقرب بياخدها في نفسه بيصرها في نفسه، بعد كده يخزن لك وهيردها لك. طب العقرب ما جاش خالص، عقرب تبع مين؟ العقرب ميه، بس العقرب مش دراما. العقرب بيخزن في نفسه يعني بيضغط على نفسه بس مش هيظهرها لك. طب بينتقم؟ على حسب برضه، مش شرط. لا مش كله. اكتر الابراج انتقام ما يسيبش حقه. الابراج ما بيسيبش حقها. العقرب ما بيسيبش حقه. ومين تاني؟ والجدي ما بيسيبش حقه. يا ماما. والجدي والعقرب اكتر الابراج اللي ما بتسيبش حقها. والاسد ما يسيبش حقه. تتكاسين انت. اه. ميرسي يا دكتور.